وأهلا بصحابنا في حدوتة جديدة. المزرعة النهاردة مش زي كل يوم. الدنيا متكتكة والتلج الأبيض مغطي كل شبر، وكأن المزرعة لفت نفسها ببطانية قطن كبيرة. الكل كان مستخبي تحت القش إلا بيبو، الحصان الشقي اللي كان واقف عينه بتلمع بفكرة جهنمية. بيبو قال بصوت عالي: يا جماعة، احنا مش هنفضل بردانين كده. ايه رأيكم نعمل أضخم رجل تلج في الدنيا يكون حارس للمزرعة وصاحب لينا في البرد ده؟ الأرانب الصغيرة طلعت بسرعة وقالت له: بس ده تعب قوي يا بيبو. بيبو رد بحماس وقال لهم: مفيش تعب مع اللعب، يلا بينا. الحيوانات بدأت تقتنع، لأن فعلا الوحدة في البرد صعبة، والعمل الجماعي هو اللي هيدفيهم. علشان الحكاية تكون مقنعة، كل حيوان عمل اللي يقدر عليه حسب قوته. الأرانب بذكائهم وسرعتهم كانوا بيتدحرجوا الكور بتاعة التلج الصغيرة علشان تكبر. الخروف فرهود كان هو المحرك الأساسي بوزنه، بيزحلق الكور الكبيرة، بس يا عيني من كتر التلج ما كانش عارف يفرق بين صوفه وبين التلج، واتكعبل وبقى كتلة واحدة من التلج. وهنا الكل ضحك على الموقف ده. رجل التلج بدأ يكتمل وبقى له هيبة فعلا. بيبو قال: لازم نحط له عيون علشان يشوف الضباع أو الثعالب لو قربت في الضلمة. وهم بيدوروا سمعوا صوت تكسير خشب جاي من ورا السور. الكل سكت، الأرانب نزلت ودانها، البطة استخبت ورا رجل التلج، وقالوا: مين اللي ماشي في البرد ده دلوقتي؟ هو في حد جاي يهدلنا اللي عملناه؟ طلع عنتر الجدي، بس كان شكله غريب ومغطي وشه بفرع شجر. طلع إنه خايف هو كمان، وقرر إنه يصنع درع لنفسه، وجاب المقشة القديمة علشان يدافع عن زمايله. الكل ضحك وشهق من الراحة. عنتر ما كانش وحش، ده كان حارس خايف زيهم، والمقشة دي هي اللي كملت شخصية رجل التلج. ركبوا المقشة وحطوا الجزرة مكان الأنف والطاسة فوق الراس، وفجأة المزرعة اللي كانت تخوف بقت مكان مبهج ومليان ضحك. بص بيبو لأصحابه وقال: شفتوا البرد ما بيخوفش طول ما ايدينا في ايدين بعض. ورجل التلج ده بيفكرنا دايما اننا شجعان. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. الحيوانات نامت دفيانة بمشاعرها مش باللحاف. بس السؤال يا أصحابي، هو لو انتوا مكان بيبو كنتوا هتختاروا تلبسوا رجل تلج ايه علشان يحرسكم؟ وفي الآخر عنتر الجدي قرر ينام جنب رجل التلج علشان يضمن إن المقشة ما تضيعش تاني. ودي كانت نهاية حكاية النهاردة من حدوتة صغنونة. يا رب تكونوا ضحكتم واستمتعتم معانا، واللي لسه ما اشتركوش بسرعة انضموا لعصابتنا، قصدي لعيلتنا الجميلة، وفعلوا الجرس علشان تلحقوا الحواديت من أولها. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، وبكرة معادنا مع حدوتة جديدة من حدوتة صغنونة.